ايه رأيك لو قلتلك ان في عادة صغيرة بتعملها كل يوم؟ العادة دي بتدمر حياتك حرفيا، بتسرق طاقتك، بتضيع مستقبلك، وبتخليك تحس ان انت مش انت. انا هنا النهاردة علشان اكلمك عن الإباحية والعادة السرية، الخطر الكبير اللي محدش كتير بيتكلم عنه. انا هكلمك فيه. اهلا بيك يا صديقي الفورمة في حلقة جديدة من قناة ورك اوت اند فيت. وفكرة القناة ان بقدم لك فيها كل يوم معلومة رياضية جديدة بطريقة سهلة وبأحدث الابحاث وبأحدث الاساليب العلمية. فلو حابب تفيد نفسك وجسمك ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب. لو انت بتواجه الصراع ده ما تقلقش، انت مش لوحدك، بس لازم تفهم ازاي تخرج من الدوامة دي يا صاحبي. بص يا صديقي، لما بتتفرج على المحتوى الإباحي ده مخك بيطلق حاجة اسمها الدوبامين، وده هرمون السعادة. المشكلة إن جسمك بيتعود على ده بسرعة، فبيحتاج كميات أكتر علشان توصل لنفس الإحساس اللي أنت حسيته قبل كده. وده بالظبط اللي بيخليك تتعلق في دايرة مش دايرتك، وهي دايرة الإدمان. ولو هنتكلم عن العادة السرية، خليني أقولك حاجة مهمة جدا. الطاقة اللي جسمك بيستهلكها في العادة دي هي نفسها الطاقة اللي المفروض تبني بيها جسمك وعضلاتك، وكمان تزود نشاطك. لاحظ ضعف جسمك وخموله، كل ده تأثيرها السلبي على هرموناتك، وخاصة هرمون التستوستيرون. عارف إحساس إنك مش عارف تبص لنفسك في المراية؟ بتحس بالذنب كل مرة وكأنك فقدت احترامك لنفسك. الإباحية بتعمل كل ده يا صديقي، بتعزلك عن الناس وبتخليك تفقد ثقتك في نفسك. غير كده هي حرفيا بتأثر على علاقاتك بكل اللي حواليك. الإباحية بتعلمك تشوف الناس كأجسام مش كبشر عندهم مشاعر وأحلام زيك، وده زي ما انت عارف يا صديقي بيدمر أي علاقة حقيقية ممكن تبنيها. وبما إن المرجع الرئيسي والأول والأخير لينا هو الدين، فتعالى أكلمك دينيا ونشرح الدين قال إيه في النقطتين دول بالذات. خلينا أفكرك يا صديقي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. الشباب اللي عندك والصحة اللي عندك دي يا صديقي نعمة، وطاقتك دي لازم تستخدمها في طريق يرضي ربنا، مش في حاجة تدمر صحتك وتغضب ربنا بيها. وكمان خليني أكد لك كلامي ده واستدل على صحة كلامي بآيات من القرآن الكريم، واللي هو المرجع الرئيسي لينا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الآيات دي واضحة جدا. ربنا أمرنا نحافظ على طهارة أجسادنا وقلوبنا. كل مرة يا صديقي بتحفظ نفسك فيها بتحقق طاعة لربنا وبتاخد عليها ثواب. كتير بنسمع ناس حتى المدربين بيقولوا إن العادة السرية مش بتأثر على بناء عضلاتك، وإن الموضوع بسيط ومفيش منه ضرر. بس الحقيقة ده كلام مش دقيق أبدا. أنا هنا علشان أوضح لك إزاي العادة السرية بتضر عضلاتك بشكل غير مباشر وبشكل كبير جدا. أول حاجة لازم تعرفها إن العادة السرية بتأثر بشكل خطير على تفكيرك وتركيزك. كل مرة بتقع فيها في الجريمة دي مخك بيطلق كميات مهولة من الدوبامين زي ما قلت لك. المشكلة إن الإفراط في إطلاق الدوبامين بيخلي مخك يتبلد، ما بتعرفش تركز وبتحس إنك دايما مشتت. تخيل إنك داخل تمرينة وذهنك مش حاضر، مش قادر تدي التمرينة 100% من مجهودك بسبب التشتت ده. هنا بقى بتبدأ المشكلة. خلينا متفقين إن النوم هو المفتاح الأساسي لبناء العضلات، صح كده؟ لكن العادة السرية بتلخبط نومك تماما، لأنك بعد العادة السرية ممكن تحس إما بخمول شديد أو أرق مش طبيعي. طالما متابعني يبقى أنت عارف يا صاحبي إن هرمون التستوستيرون هو أهم هرمون لبناء العضلات، وده بيحتاج نوم عميق ومنتظم علشان يتجدد. ولما نومك يبقى مضروب بسبب العادة السرية مستويات التستوستيرون عندك بتقل، وده معناه ان عضلاتك مش هتتبني بالشكل اللي احنا عايزينه. وخلينا افكرك يا صديقي بالاحساس اللي بيجيلك بعد العادة السرية، احساس بالذنب والندم، وده بيسبب توتر واجهاد نفسي كبير جدا، والجسم بيبدأ يفرز كورتيزول
وده هرمون التوتر. والمشكلة ان الكورتيزول مش بس بيأثر على حالتك النفسية، لأ، ده كمان بيهدم عضلاتك وبيمنعها من النمو. فبدل ما جسمك يبني عضلات، ده بيستهلك طاقته في التعامل مع التوتر ده. وهنا يا صديقي بتبدأ تدخل في دوامة توتر مع ضعف في التكنيك مع إحباط لخبطة أكتر، وده طبعا يتنافى تماما مع إفادة جسمك. الرياضة في العموم محتاجة تركيز وطاقة وصبر. العادة السرية بتسرق كل ده يا صديقي، بتستهلك طاقتك الجسدية والعقلية وبتخليك دايما في حالة إجهاد، وده معناه إنك مهما كنت بتتمرن كويس وبتاكل صح مش هتاخد النتائج اللي بتحلم بيها يا صديقي. غير كده لما جسمك يكون في حالة إجهاد مستمر بسبب العادة السرية بيقلل استجابة عضلاتك للتمرين، وأكيد انت فاهم حاجة زي كده. فبدل ما التمرين يبني لك عضلات، لا، انت بتحس ان انت واقف في مكانك. العادة السرية مش مجرد عادة، دي بتسرق منك طاقتك وعضلاتك وحتى أحلامك اللي انت بنيتها. بس الخير اللي احنا عارفينه يا صديقي انك دايما بتوقفها ودايما تقدر تبدأ من جديد. ابدأ دلوقتي يا صديقي. كل مرة بتختار فيها تتخلى عن العادة دي انت بتختار تكون أقوى. افتح صفحة جديدة مع نفسك ومع جسمك ومع ربنا، وما تنساش التغيير هيبدأ منك انت. فعلشان كده خليني اقولك شوية خطوات سهلة جدا هتسهل عليك الدنيا. اول خطوة انك تعترف انك عندك مشكلة وتقرر انك تواجهها بكل ارادتك انت من قلبك انت يا صديقي. تقعد مع نفسك كده وتقول لا، انا عندي مشكلة. تاني حاجة انك تبعد عن كل حاجة ممكن تحفز عنك الموضوع ده، سواء السوشيال ميديا بقى او صور او افلام. خلي عندك حدود لنفسك وما تسيبش نفسك للحاجات دي. ابدأ انك ترجع الجيم، وبالمرة استغل الاوفر اللي احنا عاملينه. جسمك لما يبقى نشيط هيديك طاقة ايجابية وهيزود ثقتك في نفسك وهتبعد عن اي طاقة سلبية. حاول تصلي واقرا قرآن وخلي علاقتك بربنا قوية، وده السلاح الروحي الاهم اللي هيخليك فعلا تبعد عن الحاجة دي. دايما حاول تشغل وقتك، دايما خلي يومك مليان. اتعلم حاجة جديدة، شوف شغل أو هوايات تملى وقت فراغك. عمرك فكرت ليه مواقع الإباحية بتكون في الأغلب مجانية؟ ليه سهولة الوصول ليها مرعب بالشكل ده؟ الموضوع مش بريء أبدا يا صديقي. الإباحية مش مجرد حاجة الناس بتتفرج عليها، دي إدمان، وإدمان متخطط ليه بكل دقة من أصحاب المواقع دي. هدفهم مش إنك تشوف كام فيديو وتمشي، هدفهم انك فعلا ما تقدرش تبطل. خلينا اوضح لك تاني، لما بتتفرج على محتوى اباحي مخك بيفرز كمية كبيرة جدا من الدوبامين، وده نفس الهرمون اللي بيطلع لما مدمن مخدرات ياخد الجرعة بتاعته. الفرق ان الاباحية بتوصلك لنفس الاحساس ده بسهولة وبسرعة غير طبيعية. كل مرة يا صديقي بتشوف فيها الاباحية مخك بيطلب جرعات اعلى من الدوبامين علشان يحس بنفس المتعة اللي قبل كده ويمكن أكتر، وده اللي بيخليك دايما عايز أكتر وأكتر. الأخطر يا صديقي إن الإباحية بتغير الطريقة اللي مخك بيشتغل بيها، بتأثر على الذاكرة والتركيز وحتى اتخاذ القرارات، نفس التأثير اللي بيعمله الكوكايين والمخدرات التانية. طب قلت لي تفتكر ليه مواقع الإباحية دي بتقدم كل المحتوى ده ببلاش؟ الفكرة واضحة يا صديقي، هما مش بيخسروا، بالعكس هما بيكسبوا مليارات من إدمانك ده. كل مرة بتدخل فيها الموقع ده هما بيجمعوا بياناتك وبيعرفوا اهتماماتك وبيبيعوها لشركات الإعلانات. غير كده كل ضغط على كل فيديو انت بتشوفه بيتحول لفلوس بتدخل جيوبهم. والفخ الأكبر يا صديقي هما بيطوروا المحتوى بتاعهم بحيث يخليك مدمن أكتر، فيديوهات جديدة، أشكال مختلفة، حاجات تخلي المخ دايما عايز جديد ومحتاج جديد وجديد. ما تقولش إن أنا بأفور في الموضوع، لأن الموضوع متصمم علشان يستعبدك مش علشان يمتعك خالص. اللي لازم تفهمه دلوقتي إنك مش ضعيف ومش ضحية لعاداتك. الإباحية والعادة السرية مش جزء منك ومش حاجة مستحيل تبطلها. كل اللي بيحصل في حياتك دلوقتي يا صديقي هي نتيجة اختيارك، والاختيار اللي هتختاره دلوقتي ممكن يغير حياتك بالكامل. انت مش محتاج تكون شخص كامل علشان تبدأ، انت بس محتاج تبدأ علشان تكون شخص كامل. الإباحية مش مجرد فيديوهات بتتفرج عليها، دي بتسرق منك حاجات كتير جدا، بتسرق وقتك اللي المفروض تبنيه في مستقبلك، وكمان بتسرق شغفك اللي المفروض يخليك تسعى لأحلامك، وكمان بتسرق هدوءك اللي هو أصلا أساس النجاح بتاعك. تخيل لو كل دقيقة كنت بتقضيها على المواقع دي كنت بتستغلها في تطوير جسمك أو علاقاتك، حياتك كانت هتكون عاملة ازاي دلوقتي؟ عارف ان الموضوع صعب وعارف ان الطريق طويل،
لكن النجاح مش سهل، كل مرة هتلاقي نفسك قدام اختيار انك تقع او تقوم. افتكر دايما انك لما بتقوم بتثبت لنفسك انك اقوى من اي ادمان، وزي ما شرحت ده ادمان فعلا. متنساش ان ربنا دايما واقف جنبك، ومش بس علشان يساعدك، لا ده علشان يسامحك كمان. عاود دايما تطلب من ربنا القوة والإرادة، وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني المشكلة مش بس في انك تقع في الذنب، المشكلة انك تفضل زي ما انت وما تتوبش. فكر كويس يا صديقي، ولو حاسس ان الفيديو ده ممكن يعجب حد او حاسس ممكن يغير حياة حد، ما تنساش